الله يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هذا مطلب دنيوي. وقال في الآخرة: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، ومن صدق مع الله صدقه الله. وقد قيل، وهذا تراه عيانا. نخرج نحن الآن بعد هذا المجلس المبارك عند هذا الأمير المبارك، إذا وصلنا إلى الباب يزاحم بعضنا بعضا، فإذا تحركت السيارات كل منا يريد أن يسبق، وهذا تراه في كل مكان. تخلص من هذا. المقام في الطرقات لمن سبق، والمقام عند الله لمن صدق. المقام في طرقات الدنيا لمن سبق، وأما المقام عند الله جل جلاله فلمن صدق. فلا يمكن أن يحمل الإنسان بين جنباته شيء أعظم من الصدق مع الله. ومن معاني الصدق على الله أن يعلم العبد فقره، أن يعلم العبد كثرة ذنبه، وأن يعلم العبد تقصيره، وأن يعلم العبد ضعفه، وأنه لا يمكن أن يغفر ذنب ويعطى مطلوب ويدفع مرهوب إلا بالله جل وعلا وحده دون سواه. كما قال العز بن عبد السلام رحمه الله: والله لن يصلوا إلى شيء بغير الله، فكيف يوصل إلى الله بغير الله. فأعظم ما يمكن أن يختم به شعبان ويستقبل به رمضان أن تنطوي القلوب على نية صادقة تريد ما عند الله، تريد وجه الله والدار الآخرة. فمن كان كذلك فليستبشر وليؤمل خيرا، فإن الله جل وعلا عند ظن عبده به. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يغفر لي ولكم، وأن يبلغنا رمضان، وأن يعيننا على صيامه وقيامه، وأن يجزي الأمير أحمد السديري خيرا على هذه الثلاثية المباركة، وأن يبارك له في داره وأمواله وأهله وبنيه وزوجه، وأن يبارك لنا جميعا فيما أعطانا، وأن يقينا شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وأن يرزقنا التوبة النصوح دوما وأبدا، إن ربي لسميع الدعاء. صلى الله على محمد وآله